مرحب بالجميع. اليوم جيتكم وبيدي لفة قص عراقي. راح نتعلم طريقة تتبيلة القص العراقي من مطبخي المتواضع، واللي ما مسوي اشتراك يسوي اشتراك. وحياكم الله، أنا وياكم شيف غرام أم فهد. هنا راح نجيب لحم. أنا عندي لحم خروف مالت كتف، راح أقطعه ولازم يكون بدهن حتى يطلع القص كلش طيب. هنا أنا راح أضيف خل، وخليته بقطع الكبار، تبلته وراشي. وراح أضيف لبن، راح أضيف بهارات همينة، بهارات القص، هيل وفلفل أسود شوية وكزبرة، يعني بهارات السبعة تطلع كلش طيبة. وحطيت له شوية ماجي ونضيفها على الخلطة بهالشكل. راح نخلط المواد كليتها باللحم هذا ونخمره ونتركه بالثلاجة كم ساعة أو قبل بيوم. ينطي طعم كلش طيب إذا خمرتي اللحم قبل بيوم. ثاني يوم بعد ما خمر بالتتبيلة راح قطعته بهالشكل مثل ما تشوفون بالفيديو واضح، يعني شرايح رفيعة وطويلة حتى نشتغل بيه ونسوي ساندويشات أو لفات احنا نقول عليها بالعراقي. راح أغطيه وأهيئ الصاج حتى نشوي القص. بعد ما سخنت المقلاة راح ننزل الدهن أو اللي طلعناها ونقليها قبل ما ننزل قطع القص عليها حتى ينطي طعم كلش طيب للقص. وهسه راح ننزل اللحم، قطع قص اللحم بهالشكل، وبس ما نمليها للمقلة هواية، يعني نسوي كمية كمية تستوي وجبة، نرجع نشيل الوجبة وهكذا نكملها حتى ما تنزل مي وما يصير عندك يستوي قطع اللحم. وهنا أنا بعد ما استوى القاص نضج، حطيت شرحات طماطة نشويها وياها تطلع كلش طيبة. وانتي حرة تقدرين تحطين بصل، تحطين فلفل أخضر، تطلع طيبة وياه. من نسويها باللفات وكملنا الشوي مالته. وراح نسوي اللفات وهو حار وأحلى صمون عراقي. الطريقة موجودة عندي بالقناة، طريقة الصمون العراقي. نفتحها بهالشكل ونحط شرحات القص، طبعا وياها راح يجي طماطة، وتحطين صاص عراقي إذا موجود، أو أطيب قص عراقي سويناه وياكم اليوم. وهذا طرشي أهلنا العراقي، طبعا هم شغل ايدي. موجود الرابط مالته بقناتي مطبخ غرام من امريكا. وهنا أنا استخدمت اني الباربيكيو بمكان الصاص لان ما عندنا صاص. وصلنا وياكم من نهاية الفيديو، اتمنى يعجبكم. اليوم قدمت لكم طريقة القص العراقي، انتظروني بأكلات جديدة عراقية. يا رب تعجبكم الطريقة. اترككم بأمان الله أو حفظه. مع السلامة.